الاهلي بيسجل تاريخ جديد، تاريخ جديد كده بينضم للاهلي بقى. دي بقى تعتبرها بطوله، تعتبرها فضيحه، تعتبرها كارثه، اعتبرها زي ما تعتبرها. قسما بالله يوم يعني جمهور الاهلي بيتمنى ان هو ما كانش حصل. مش هقول لك يتكرر، لا، ما كانش حصل من البدايه. الاهلي بيطلع من بطوله كاس مصر في دور ال 32 على ايد شركه صلاح، فريق ما لعبش اصلا في الدوري الممتاز قبل كده، فريق ما عداش الدرجه الثانيه. انت متخيل؟ وناشئين مين اللي عند الاهلي؟ الشحات وجردشار واشرف دراي وغيره وغيره وغيره، ودول ناشئين الاهلي. فضيحه كرويه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. جمهور الاهلي بيتمنى اليوم ده يتمسح من الذاكره. انت عارف يعني تطلع من دور 32 على ايد فريق ما دخلش الدوري الممتاز قبل كده، وهو مره يقابلك لعبته كلها، ما تجيش بتمن بقى، لعبته كلها لسه ناشئين، ويقابلوا فريق بحجم فريق النادي الاهلي. فضيحه، قسما بالله فضيحه. يعني الاهلي حرفيا حط الفريق، حط جمهور الاهلي في حته تريقه كده، ولا قبلها ولا بعدها. حرفيا قسما بالله. الله يكون في عون جمهور الاهلي. فضيحه للنادي الاهلي تتسجل في تاريخه، بطوله جديده تتحط في تاريخ النادي الاهلي.